طمأنينة. لا تظن أن الدعوات التي طال انتظارها قد نسيت، فالله لا ينسى ولا يغفل ولا يرد قلبا لجأ إليه صادقا. قد يؤخر الإجابة لحكمة، لكنه لا يؤخر رحمته ولا يمنع فضله عمن أحسن الظن به. أبشر، فكل دعوة رفعتها إلى السماء محفوظة عند الله، وسيأتيك من كرمه ما يطمئن قلبك ويجعلك تعلم أن انتظارك لم يكن إلا طريقا إلى خير أعظم. إن ربي قريب مجيب. ربنا إن شاء الله يتقبل دعواتكم كلها عاجلا غير آجلا. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ربنا يحميكم ويحفظكم من كل شر ومن كل مكروه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير، تمام الصحة والعافية. اليوم رجعنا لكم جولة جديدة في قناة أحمد الطارق. زي ما انتم ملاحظين أنا بقدم الفيديو لحالي، طبعا عشان أحمد راح البيت بزيارة عائلية. طبعا أنا ضليتني عند ماما عشان أقعد عندها وساعدتها، وهو لسه برضه بالليل. خير الجليس وخير الونيس في أفضل مكان يا طارق. طبعا جعلك الله ذخرا للإسلام والمسلمين وفي الذرية ومن الذرية الصالحة، أنت وأحمد وكل أبناء متابعينا الكرام من وين ما كانوا عم بتابعونا. وكالعادة قبل ما نبلش الفيديو بنحب نذكركم بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وكمان ما تنسوا تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وبرضه تدعمونا عميزة شكرا فضلا وليس امرا. ويلا نبلش الفيديو. ليتس جو. يسعدكم ويبارك فيكم. يلا معانا. وصفة اليوم بإذن الله تعالى حتكون عبارة عن علب اللحمة هاي اللي طلعت لنا، شايفين كيف مليانة دم، ما بعرف ايش هاي المادة اللي فوقيها. فاليوم راح اعملها لكم وبوصفة كتير طيبة وسهلة وسريعة التحضير. زي ما بتعرف انتو اللحوم عندنا هنا في قطاع غزة يعني كتير غالي في ظل الاوضاع اللي احنا بنعيش فيه، فبنستخدم اللحوم المعلبة اللي زي هيك. انا راح اعملها بطريقة طيبة، هي صراحة يعني مش كتير طعمها مقبول، ولكن احنا ان شاء الله بدنا نضيف لها اشياء لحتى تخليها طيبة وتخليها زاكية. عندنا المكونات ايش يا طارق؟ عندنا لحمة بدي اغسلها وانضفها كويس. وشو كمان؟ وهي عندنا كمان سماق مطحون، وفلفل اسود وبهار مشكل. وراح نستخدم بصل وتوم وفلفل، وهذه شطة. طبعا التوابل شوية كتيرة عشان تغير من طعم اللحمة. طبعا احكوا لي اذا عندكم انتو لحمة معلبة كيف الطرق اللي ممكن نحضرها، يعني شاركونا وصفاتكم. يا ريت اخوي احمد معنا بيعمل عشان نشوف هاي الوصفة. ويلا معانا خلونا نشوف وصفة اليوم باللحمة المعلبة كيف بدنا نخليها أطيب وأفضل. طبعا اللي بيتابعونا من غزة بيعرفوا إيش يعني لحمة معلبة وكيف بكون طعمها مش مقبول أبدا، حتى ريحتها بتكون مش تمام. ولكن إحنا إن شاء الله اليوم بدنا نعملها بوصفة تكون كتير طيبة ومقبولة ولذيذة وإمكانيات متوفرة يعني بالخيمة صراحة. إله اللحمة عنا إحنا غالية زي ما بتعرفوا. فيلا معانا خليكم على الوصفة. وقبل ما نبلش لا تنسوا ذكر الله والإكثار من الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا الدهنة كيف قوالب. والآن بدنا نغسل اللحمة كويس ونصفيها. هاي المية اللي بتكون فيها، شايفين كيف؟ وهيك بدنا نغسلها بالماء كتير كويس. وقطع الدهن هاي اللي بتكون متجمدة بدنا نرميها. هاي بدنا نرميها. شايفين كيف لازم نغسلها كتير كويس لحتى الريحة تخف نوعا ما. وهي طارق بساعدني. طبعا
طبعا اول خطوة اضفنا يلا. البصل زي ما انتم شايفين، وبدنا نخليه ايش يتدبل كويس ويصير لونه احمر. ولعنا النار. طبعا اضفنا زيت زيتون شوية صغيرة بس عشان اللحمة هاي مليانة ادام ودهون يعني، فاضفنا شوية صغيرة بس. وطبعا بدنا نعمل جنب علبة اللحمة بتنجان، سلطة بتنجان مشوي. طبعا بنسميها بابا غنوج عنا، احكوا لنا في منطقتكم ايش بتسموها. طبعا بدنا نعمل سلطة البتنجان لانه في عنا ما بنحب لحمة المعلبة كتير، ولكن انا عشان طارق بحبها اضطريت اني اعمل البابا غنوج جنب اللحمة المعلبة. ولكن أنا يعني في هذه الظروف بفضل أنه يكون فقط نوع واحد على السفرة، ما بحب تعدد الأصناف، ولكن لا بأس. والحمد لله على نعمة ربنا. أول خطوة لو بدنا نفتح البتنجانة من النص بالسكينة. شايفين كيف الفتحة من هنا لهنا لازم تطلع من الجهتين، عملتهم كلهم. والآن شوفوا باقي التفاصيل معانا. طبعا وهي طارق بحرك، والبتنجان بعد ما فتحته من النص حطيته على النار، بنستغل يعني منه طبيخ ومنه البتنجان بينشوي. بعد ما البصل احمر ايش بدنا نحط؟ اللحمة. وهيك بعد ما اضفنا اللحمة، طبعا اللحمة كنت كتير نفسي اعملها منسف او فتة عربية، ولكن علب اللحمة يعني شايفين كيف تفتفتت، هذه احنا ما قطعناش بالسكينة، فما بتستحمل الغلي مع مرقة المنسف او الفتة. وصراحة يعني هي حجمها كتير قليل، فاستبدلت طريقة المنسف او الفتة وعملت ايش؟ عملت هيك تقليب، يعني لحمة مقلبة. في علب لحمة معلبة جودتها كتير كويسة، هاي بنعملها فتة، ولكن هذا النوع من اللحمة المعلبة ما لقيت صراحة جودتها كتير كويسة. وطبعا للحمة بدنا ندق التومة نهرسها ناعم، والفلفل والشطة، بيعطي طعم ونكهة كتير طيبة للحمة بما انها معلبة يعني. فطارق بده يدقهم عني، قال بده يهرسهم كتير كويس. وهاي طارق ايش قاعد بعمل؟ بدق لنا التومة والفلفل. من بعد اليوم اسمي الشيف طارق. الشيف طارق، ونفتح له مطعم خاص فيه، وان شاء الله نعمل هيك تكون البلاد انفتحت على بعض، وعم الامن والامان والسلام، من كل دول العالم تيجوا وتشرفونا على غزة وتذوقوا من اكلات طارق الطيبة. الله تعالى مرحبا بكم يا اصدقائنا الحلوين ومتابعينا اللي زي السكر. بارك الله فيك يا طارق وفي متابعينك الكرام. والان بدنا نضيف التومة والفلفل اللي عملهم طارق، طبعا ايده نظيفة ومغسلة يعني. شايفين كيف اللحمة عم تنقلي قلي؟ هيك انا بدي اياها تكون. طبعا الريحة كيف يا طارق؟ ريحة التوم بتعمل كتير نكهة خاصة في الاكل، طعم وريحة كمان. بنحرك شوي لحتى التوم يستوي. والآن آخر خطوة كالعادة بنحب نحط إيش؟ البهارات، شفتوهم في بداية الفيديو. وطارق طبعا كتير بحب يحرك، وهو المصر علي إنه يحرك يعني. طبعا هيك هاد عاملة حاجز للنار حديدة، في يعني بتضروش ولا بتأذيه. طبعا ما ضلني عنده يعني، انا اللي عملت الاكله، وعشان بده يصير شيف بنمي المهارات عنده من الآن يعني. يلا. هذه آخر خطوة في كل أنواع اللحوم، في الأسماك، في كل إشي. آخر خطوة بنضيف البهارات عشان تضل بنكهتها يعني اللحوم. واللحمة هيك جهزت معنا، شايفين كيف بسم الله ما شاء الله اللون مقمر صار. شوفوا كيف قبل في المعلبة كيف كانت والآن كيف صارت.
وطبعا الريحة كتير اختلفت وكتير فرق معاها التومة والفلفل طبعا، والطعم أيضا. والآن سبت اللحمة على جنب بعد ما استوت، وبدي أعمل سلطة البتنجان البابا غنوج. والآن نستمر في تحريك شوي البتنجان عفوا. هذه المنطقة استوت، فبنقلبها على المنطقة اللي ما استوت، وبنستمر في التقليب لحد ما يصير البتنجان معنا طري ونقدر نهرسه يعني. اللهم أجرنا من نار جهنم، يعني ما أوصف لكم كيف الجو والجلوس أمام النار والخنقة والدخنة. يعني طارقة تو بيحكي لي ليش بتعيطي، من الدخنة انخنقنا. والحمد لله على كل حال. طبعا الواحد كتير بيطمئن قلبه لما بيعرف انه كل هذا بأجره وكله نصيب من ربنا سبحانه وتعالى، ولا اعتراض على حكمة ربنا. الحمد لله دائما وأبدا. والرضا يا جماعة، الرضا الداخلي، يعني هذه أجمل هدية ممكن ربنا يديها إلنا، إنه يكون رضيان على كل إشي وعلى واقعه، على كل إشي بمر فيه. وهيك تقريبا يعني حسيت إنه كله طير البتنجان. شايفين كيف؟ بسم الله ما شاء الله على المنظر. وهنا بنكون مجهزين المي عشان أول ما نطلعه نحطه بالمي مباشرة. المي بتكون باردة طبعا يا جماعة. طبعا الآن إن شاء الله بدي أشارككم وصفة البابا غنوج السلطة. طبعا البتنجان بعد ما شويته حطيته في مي، والآن بدي أحط التومة والفلفل والملح أهرسهم كتير كويس. وحنحتاج الطحينية وأيضا الليمون، وخليكم معانا بالوصفة. أول وصفة بدي أهرس التومة والفلفل كتير كويس، وهيك هرست الفلفل والتومة. والآن بدي أقشر البتنجان وأضيفه على التومة والفلفل. والآن بعد ما قشرت البتنجان وقطعته كتير كويس، الآن بدي أهرسه كتير ناعم. طبعا أيام العز وأيام زمان كنا إيش نحط عليها، أحب أحط عليها شمينة أو لبن قليل الملوحة، كتير كان يكون طيب يعني. ولكن الحمد لله على كل حال، وخليكم معنا. والآن بعد ما هرست البتنجان كتير ناعم زي ما انتم شايفين، بدنا نضيف الطحينية، طحينية السمسم طبعا. الآن برتب منظر الزبدية ولا يهمكم. بعد ما هرسنا البتنجان وأضفنا الطحينية، بدنا نعصر الليمون زي ما انتم شايفين. طبعا إذا وقع بذر الليمون بشيله وبرميه هناك في الزراعة، ممكن انه يطلع. يعني احنا بنستفيد من كل اشي. طبعا الليمون حسب الرغبة، يعني اذا انتم بتحبوه حامض كتير بتحطه، ما بتحبوه حامض بالمرة ما بتضيفه. وهيك بعد ما جهزت معنا سلطة البتنجان او البابا غنوج، الان بس بدي احط عليها سن زيت زيتون، هيك خيط صغير جدا، لانه طحينية السمسم دسمة. شايفين كيف المنظر ما أحلى؟ شايفين كيف حطيت زيت الزيتون الآن؟ هذه آخر خطوة، وهيك صارت سلطة البابا غنوج جاهزة. شاركونا عندكم كيف ممكن تعملوها، وإيش ممكن بتضيفوا وإيش ما بتضيفوا، لأنه رأيكم بهمنا أكيد. طبعا أنا ممكن أنه أستكفي فيها هيك فقط وجبة واحدة بدون تعدد أصناف جنبها، لأنها صحية متكاملة وكمان كلها فوائد. ولكن زي ما حكيت لكم عملتها بجانب اللحمة المقلبة، عشان أنا صراحة ما بأكل اللحمة المعلبة هاي المقلبة، لأنه بتتعب معدتي، في هاي الأشياء أفضل. وهيك سفرتنا بسم الله ما شاء الله صارت جاهزة. هذه اللحمة إذا شايفين لونها غامق فهي لا مش محروقة، بأطمنكم هذه محمرة ومقمرة. يعني أنا حبيتها تكون مقرمشة زيادة عشان يكون طعمها طيب ومستساغ للأكل. والآن هيك سفرتنا صارت جاهزة، ما بدها إلا الصلاة على سيدنا محمد ونسمي ونبلش. طب والآن فقط ضاير رأي طارق يعطيكم رأيه عن الأكل، مع أنه يعني أنا صراحة شايفة المنظر
بسم الله ما شاء الله. مش مستني رأي طارق، ولكن أيضا رأيه بهمنا بضل. وهي طارق بده يعطيكم رأيه. يا ريت اخوي احمد معي ياكل معي، والله اشتقت له. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش يجنن. طلع هذه المادة. طبعا اللحمة أنا عملتها مقرمشة بالعامد يعني. بدنا ندوق سلطة البطغل. بسم الله. بسم الله، واعطينا رأيك يا طارق. اشي بجنن بجنن. بس السلطة تبعت بابا خلنا أذكى مني فيها. طبعا هي أطيب لأنه إشي طبيعي يعني، وعارفين إيش هو، مش معلب. ولكن الحمد لله على كل حال، ربنا يديمها من نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. لله الذي أطعمنا وأسقانا من غير حول ولا قوة. الحمد لله الذي أجعلنا مسلمون. وإن شاء الله يكون حبايبي الكرام وإخواننا الكرام فيديو خفيف لطيف عليكم إن شاء الله يا رب يعجبكم. وهيك كانت هذه الوصفة عبارة عن سلطة بابا غنوش وعن هذه اللحمة. طبعا كتير زكية ويسلموا ايديك يا ماما، والله أكل لا بتجنن. بتستحق انكم نصيحة، بتستحق ماما تحط لها لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ربنا يسعدكم ويبارك فيكم، وصحتين وعافية على قلبك يا طارق. إلى اللقاء بفيديو قادم وأحلى بوسلام. مع السلامة. في أمان الله وحفظه ورعايته دوما وأبدا إن شاء الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.